في قرية فرعونية في التذكرة بتاعتها. Ah, sí. أهلا ومرحبا بكم في القرية الفرعونية. نحن الآن في آلة الزمن لنبدأ مغامرتنا إلى أرض الفراعنة. سنعيش مع قدماء المصريين حياتهم اليومية في المعابد والحرف والأسواق. كانت القرية الفرعونية مساحة 32 فدانا، ونأمل أن تكون هذه جولة رائعة عبر التاريخ والثقافة المصرية. يبدأ التاريخ المصري مع عصر الدولة القديمة في حوالي عام 3000 قبل الميلاد. خلال هذه المملكة القديمة، وتحديدا في حوالي عام 2500 قبل الميلاد، كان عصر بناة الأهرام. بنى الأهرام الكبرى وأبي الهول في الجيزة 3 فراعنة، هم خوفو وخافرع ومينكاورع. وبرغم مرور السنين لا تزال الأهرامات تقف إلى جانب تمثال أبي الهول العريق شامخة عبر الزمن. في المملكة الوسطى حوالي 2000 قبل الميلاد تم بناء العاصمة طيبة، وهي الأقصر حاليا، ومعبد الكرنك الذي لا يزال حتى اليوم أكبر مبنى ديني تم تشييده على الإطلاق. وهذا ما ينقلنا إلى عصر الدولة الحديثة، العصر المجيد لبناء الإمبراطورية المصرية القديمة على يد ملوك عظام مثل أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس العظيم. نرى في الماء نبات البردي الذي استخدمه المصريون، وإعادة صناعة الورق بعد سنوات عديدة من البحث. والآن سنعبر سوياً